الزمالك لسه منزل بيان حالا على زيزو. انا عارف ان انت اتخنقت والله من زيزو، وانا كمان والله اتخنقت من الحوار الفكسان دوت، بس هو امر واقع اتحطينا فيه، وهنفضل في الموال ده لمدة شهر ونص كمان لغاية بقى الموضوع ده ما يخلص، كل واحد يروح لحاله. ملخص البيان بقى اللي منزله نادي الزمالك على زيزو ايه؟ بص، انا مش هقرا لك بقى البيان كله قدامك، اقراه براحتك. انا هقول لك الملخص اللي قصده نادي الزمالك من البيان دوت. الزمالك من الاخر بيقفلها على زيزو من كل النواحي، لان كل الحجج الفارغه اللي اللاعب بيتحجج بيها هي مش صح ومش حقيقيه. من الكلام اللي طالع بقى، انا اصل زيزو ليه 70 مليون، اصل زيزو مش عارف ليه قد ايه، لا ده اللاعب بقى مديون للزمالك ب 2 مليون جنيه. وطبعا للمره المليون النادي انكر حته المخاوف اللي اللاعب بيتكلم بيها او الحجج، عشان كده ما بيجيش التدريبات او ما بيحضرش المعسكرات، وده مش صح. وان كل الحجج اللي انت بتقولها دي ما هي الا حجج فارغه، عشان انت بتتحجج عشان ما تجيش النادي. استفسر النادي على حته انت ايه اللي وداك السفاره، انت ايه اللي خلاك تروح السفاره؟ انت لسه في عقد بينك وبين الزمالك، ما ينفعش تروح السفاره تعمل حاجه او تظبط حاجه علشان انتقالك لنادي تاني. لان لو زيزو او النادي الاهلي طلع قالوا ان كان في اي تفاوض او في اي امضاء حصلت، دي حاجه تدين النادي الاهلي. محدش يقدر يطلع من النادي الاهلي يقول ان هو خلص مع زيزو، لان دي حاجه تدين الاهلي. فالنادي برضو طلب استفسار بسبب الموضوع ده. مستغرب بصراحه من اللي اللعيب بيعمله، كنتش متوقع نهائي ان دي نهايه زيزو مع نادي الزمالك. واعلم بقى اللعيب ده مسلم دماغه لمين، مين ممشيه. انا متاكد وواثق ان تفكير اللي بيحصل ده مش تفكير زيزو ابدا. كنت دايما بتطلع في اي برنامج او في اي لقاء كنت بتقول ان انت لاعب محترف، ان انت بتفكرنا بمحمد صلاح فكريا احترافيا. انت ما تجيش 1% من محمد صلاح واحترافية محمد صلاح. كنت بتقول انك اسطورة النادي واللعيب الاكثر عقلية واحترافا، فانت ولا عقلية محترفة، انت ولا اسطورة نادي الزمالك، ولا انت اي حاجة من الحاجات اللي انت قلتها دي. تاريخك كله صفر يا زيزو، اتمسح باستيكة. روح ابدأ حياتك بقى من جديد في الاهلي، ورينا هتعمل ايه.